يا سادة يا مادة، صحة شيبتكم وكل عام وانتم في خير وسعادة. يحكيوا على هيك العزوز ستوت، وستوت هذه عزوزة شمطة اللطف، اللي يقولك ستوت ومندرة، من برا تقول ملايكة ومن داخل شر يقطر. اللي تقول له ستوت يقولك لا يرحمها حتى بعد ما تموت. المهم ستوت خرجت من دارها تتمشى، دخلت في زنقة تلقى شيطان محط يده على وجهه، وبين التنهيدة والتنهيدة تنهيدة. قالت له يمسيك يا وليدي. قال هاي يمسيك يا أمي. قالت له إيش بك قاعد حزين رزين مو لاباس؟ قال إيش باش نقول لك يا أمي، هاك الدار المقابلة أم لها غلبوا عليا. قد ما دخلت بيناتهم بالوسواس الخناس ما نجمتش نفرق بيناتهم. ضحكت وقالت له وكان أنا نفرق بيناتهم مش تعطيني؟ تقذف هاك الشيطان وقالها اطلب وشرط وكل اللي تطلبه مستجاب. سكتت شوية وقالت له نحب دينار ذهب. قال هذا اللي بيك، نجيب لك صندوق ذهب مش دينار برك. لا، قالت له نحب دينارك هو. قالها وقتاش تجيب لي خبرهم؟ قالت له بعد غدوة. الوقت هذا جيب الدينار الذهب ويجي نعطيك الصحيح. واللي يحب يعرف ستوت ايش عملت بالدينار يكتب لنا في التعليقات، وما تنساش هاك اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. هيا مشى كل واحد منهم في طريقه. من غدوة قامت ستوت ولبست جبة خضرة وشال أخضر وسبحة خضرة ولفت سفسرية وشدت الثنية. وصلت قدام الدار المقصودة، جبدت دبيبزة صغيرة فيها ممسخ وطشت سفسريها ودقت الباب. خرجت لها مولات الدار. خير يا أمي الكبيرة مو لاباس؟ قالت لها لا يوريك باس يا بنيتي، يزين سعدك طالعة سيدي بالأحسن نزور. يا أخي سفسرية تمسخ في الثنية تنجمش تقرضهولي؟ إيه المرات شوفي هاك العزوزة متنعمة في الأخضر من راسها لأسبوع ساقها. قالت لك هذه عزوزة عايشة في الخير وإن شاء الله ربي يعطينا بركتها. حلت لها الباب ودخلتها للدار وقعدتها وجبت لها الماء والتاي وتريف حلو ومشات تقرض لها في السفساري. أمك الكبيرة ما كانتش من العكسين، نقزت المقصورة متاع مالي الدار وجبدت من تحت ضبوطها سرة فيها جبة وشاشية وحطتها من فوق الفرش ورجعت لبلاصتها كأنها لا قامت ولا سوت. رجعت مولات الدار على نيتها مسكينة، مادت السفساري للعزق وقلت لها والله يا أمي الكبيرة قلب ارتاح لك وحبيتك. اليوم راك باش تقعد تفطر بحذانا، عاملة كسكسي بالمناني وبريك دنوني. قلت لها العزوزة والله ما نجم، النهار راح عليا والزيارة متاع سيدي بالأحسن باش تفوتني. قعدت هذه تحلف والأخرى تحلف لين سلمت العزوزة وقبلت تفطر معاها. أي حضر وقت الفطور جابت المراش قالت الكسكسي بالمناني إن ودك ولان شهيك ومعاك عبات بريك دنوني. بسم الله يا حاجة. قالت لها العزوزة بنيتي راني ناذرة نذر ناكل بزوز مغارف. بهتت هاك المراه وقالت لها يا حاجة يا أخي فما شكون ياكل بزوز مغارف؟ قالت لها بنيتي أنا ناكل بمغارفة والملايكة بمغارفة. فرحت المراه كي سمعتها قالت لك الملايكة باش تاكل ماكلتنا، وقامت تجري جبت لها مغرفة أخرى وبدأت هاك العزوزة تاكل بالمغارف الزوز حتى عملت حفرتين في هاك الكسكسي. وما هكاك ومولى الدار دخل سلم عليها مع سلامة يا أمي ايش أحوالك شنية أمورك. هزته العزوزة وحطته وغزرت المراه قالت لها أشكون هالشبيب؟ قالت لها مولا بيتي يا أمي. حطت العزوز المغرفة من يدها وقلت لها مالا شكون الراجل اللي كان هوني اللي تخلق بلا بدل حوايج وجا فطر معانا؟ ضربت المراس درها وصاحت شبيك يا أمي الكبيرة، أما راجل وما حوايج تقي مولاك يا أخي. اتنفضت العزوز وقلت لها بلكش نكذب عليك أنا، ها هي بقته في الشقة وهذه مغارفته بالأمارة. تي أنا بالعمل كي شفته خلت عليك الكوجينة يحمل ويبوس حشمت على روحي وقلت جيت في وقت مش مناسب. الراجل طلعت الكلب بنت الكلب وجدت عليه الحكاية، شد مرته من خناقة وقالها صار هذه هي الحكاية، أنا نخرج من هوني وانت تجيب الرجال من هوني. ووقفت العزوزة ولفت سفسريها وقالت له وعد الله عليك يا وليدي الماء يجري تحت ساقيك وانت غافل. اسمعهاش الرجل تتلطف وهو شاعر. يخطف مرته من رقبتها يجبد لها بلحوحة ولسانها تدلدل على طوله. تلهاش الرجل في مرته. خرجت ستوتة ست من غير ما يفيق بها حتى وصلت للشارع وبدأت تصيح. يتلموا عليها الجيران ايش بيك يا امرأة؟ قالت لهم الرجل في الدار هذه قتل مرته. دخل يشوفوا يلقاو الرجل بكل دم وفي يده بلحوح مرته والمرأة مطيشة وغارقة في دمها. عسكر الباي متعدين من غادي يسمعوا في السياح والحس مشاوي يشوفوا يلقاو هاك المنظر اللطف. هزوا هاك الرجل اللي قتل مرته، هزوا ستوت والشهود الحاضرين ووصلوا للمحكمة. دخلوهم على القاضي وحكوا له الحكاية وقالوا له المرأة الكبيرة هذه تشهد على اللي صار. قالها القاضي يقولوا لي انت كنت حاضرة وقت الرجل هذا قتل مرته؟ قالت له يا سيدي كنت حاضرة. قالها احكي لي ايش صار بالضبط. قالت له يا سيدي انا اسم جنينة، كنت متعدية قدام دار الرجل هذا، تعداو زوز فروخ طشوني بالماء مسخوا لي سفساري، دقيت الباب وخرجت لي مولات الدار.
قلت لها تنجمش تقرض لي السفساري؟ دخلتني وفرحت بيا يرحمها ويرحم والديها. كي جاء وقت الفطور كبشت فيا وقالت لي لما تقعد تفطر معانا، وحطت الفطور كسكسي يعمل 66 كيف ومعاه كعيبات بريك دنوني. بعد شوية جاء الرجل هذا حتى السلام ما قالهاش، ظهر فيه متعارك مع مرته. اقعد معانا وبدا ياكل. وقت بدا يشبع ولا يشري في الشبوك وبدا يخرنن على الكسكسي مش عاجبه. يا أخي هي قالت له عيب تقول هكا والمرأة ضيفة معانا، ويهبل عليها هكا الراجل وقالها ولي ترجع عليا ويجبد عليها بداودي لين جابها مطيشة على الأرض. هي قامت باش تهرب وهو خلط عليها وشدها بالكف. كي قتله حرام عليك وين باش تلقى فعلك من ربي؟ قالها ولي تتحلل وتحرم زادة ويخطفها من بلحوحة جا في يده وطاحت هاك المرأة وطلعت روحها للعالي. وما نكذبش عليك يا سيدي أنا خفت كي شفت مكشكش، وزيد هاك تشوف أنا مرأة كبيرة لن نجم نحز ولا نجم نقف بيناتها. كي شفت المرأة طاحت سليت روحي وخرجت من الدار ووليت نسيح. ابدا هاك الرجل يعيط قال أنا عملت هكا. قالت له وين نعم أنت عملت هكا؟ قال القاضي فما شكون آخر حاضر؟ قام الرجل قال له يا سيدي أنا حاضر. كي دخلنا للدار بعد ما صحت المرأة الكبيرة نلقاو الرجل بكل دمه في يده بلحوح مرته. ابدا هاك الرجل يعيط ويقولهم المرأة تكذب ومش هاك الحكاية. يا أخي قال القاضي قاتل مرتك وشاهدين عليك زوز وزيد الدم على حوايجك يشهد وما زلت تحب نصدقك. وعيط للسياف وقال له يا سياف حاسبني براسه معلق في الحيط. السياف هز الراجل قتله وستوت روحت للدار. مشات الموعد مع الشيطان. تلقى الشيطان يستنى هي تقرب له وهو يهرب منها. من بعد حط لها الدينار الذهب فوق عتبة متاع باب وقالها يا عزوزة ستوت من بعيد لبعيد ما تقربنيش. درت بلاد وفتنت عباد وكيما دهاك وداك ما قابلنيش. قالت له وانا ستوت اللي فات عليك عليا ما يفوت، وفات خرافتنا وان شاء الله في الحكاية الجاية